السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني الكرام، البداية غتكون مع فريق الوداد اللي كيحقق فوز مهم جدا في دوري ابطال افريقيا، وكذلك نديروا اخر اخبار محترفين المغاربة والنتائج ديالهم كذلك ديال المباريات ديالهم، وكذلك كنهضروا على سفيان رحيمي اللي كيتألق مع فريقه العين. ديروا لنا خوتي الاشتراك ولايك. البداية غتكون مع فريق الوداد، واخيرا كيحقق فوز بعد ثلاثة المباريات. المباراة الثالثة عاد كيحقق فيها الفوز في دور مجموعات من دوري ابطال افريقيا بعد معاناه كبيره، بعد ما خسروا جوج المباريات فريق الوداد. هاد المباراه هادي حققوا الفوز حتى للدقيقه بعد 90، يعني بحال تكون كما كنقولوا بهذا المعنى الكلمه اللاعب الضراوي الجزائري، واخيرا كما كنقولوا قاد الوداد الى الفوز في الوقت القاتل. وكنتمنى ان شاء الله الفريق الوداد يفيق بهذا المعنى الكلمه كما شفنا لكم ما ربحوش اليوم في هذه المباراه. كان بنسبه كبيره فريق الوداد غيخرج من دوري المجموعات من دوري ابطال افريقيا، وهذا الشيء اللي ما كنتمناوش. فريق الوداد هو الممثل الوحيد ديال المغرب في دوري ابطال افريقيا، وديما كنشوفوا في السنوات الاخيره فريق الوداد هو الممثل الوحيد في دوري ابطال افريقيا كيوصل النهائي ولا كيدير اللقب مهم ولا كيوصل نصف النهائي. فريق الوداد فريق عالمي بكل معنى الكلمه، وكنتمناو لهم ان شاء الله التوفيق في المباريات القادمه. بإسلام مزراوي كيسقطوا في مباراه امام انتراخ فرانكفورت بخمسه الاهداف مقابل هدف واحد. ناصر مزراوي لعب الشوط الاول فقط، الهدف الاول انا كنت كنتفرج المباراه دار خطا ديال الهدف الاول، بغى يشتت الكره ما شتتهاش. وكنتمناو لهم ان شاء الله التوفيق، وخساره كبيره وامين عدلي كتنتظرهم انفراد بالصداره مره اخرى. بالنسبه لمانشستر يونايتد وسفيان امرابط اللي قدم مباراه في المستوى رغم الخساره بثلاثه الاهداف لصفر. وبصراحه سفيان امرابط قدم مباراه في المستوى، كيف ما شفنا هذا اللاعب هذا برونو فرنانديز اللاعب البرتغالي دار بزاف الاخطاء. سفيان امرابط قدم مباراه في المستوى، وهذا الشيء النتيجه ما كتعنيش باللي سفيان امرابط ما لعبش. سفيان امرابط التقييم ديالو كان هو 6.4. بالنسبه لعبد الصمد الزنزوري في مباراه القمه في الدوري الاسباني امام ريال مدريد كيتعادلوا فريق ريال بيتيس هدف مقابل هدف. عبد الصمد الزنزوري ما كملش المباراه بهذا المعنى الكلمه، لعب 61 دقيقه وقدم مباراه في المستوى كما شفنا، وتعادلوا هدف مقابل هدف. بالنسبه لعبد الصمد الزنزوري شفنا لعب كذلك في كاس الملك الاسباني كاساسي. وبالنسبه لشادي رياض اللهم بارك وزيد في ذلك اللاعب، بصراحه كيقدم مستويات كبيره مع نادي ريال بيتيس في الدوري الاسباني. بصراحه لاعب مستوى عالي، تفرجنا على المباراه ديال الريال كيقدم اداء جيد وكيلعب بهدوء رهيب ولا رهيب. شادي رياض في هذه المباراه هذه قدم مستوى كبير، والتقييم ديالو كيشهد عليه اللي كان هو 7.1. غنشوفوا السيد واد الركراكي والمستوى اللي كيقدم شادي رياض واش غيستدعي كاس افريقيا القادمه ام لا. وكيف ما شفنا في المنتخب عندنا مشكل هو في قلب الدفاع اللي ما عندناش لاعبين اللي كيعاودونا في اكرد وكذلك سيس من المستوى العالي. وكنتمناو له ان شاء الله التوفيق مع فريقه ريال بيتيس. بالنسبه ليوسف النصيري كيواصل الغرق مع فريقه اشبيليا وكيتلقاو خساره امام مايوركا بهدف لصفر. نادي اشبيليا بكل صراحه مستوى هذا العام هذا ضعيف وضعيف جدا. كيف ما شفنا يوسف النصيري لعب 90 دقيقه، يعني ما خرجش لعب مباراه كامله. ولكن نادي اشبيليا معاناه في دوري ابطال وكذلك في الدوري الاسباني، والتقييم ديال يوسف النصيري كان هو 5.8، يعني تقييم ضعيف. بالنسبه لإلياس الشاعر كيعود للمستوى ديالو وكيسجل هدف وكيفوز فريق كوينز باركانجيس بهدفين لصفر. وهذه المباراة الثانية على التوالي إلياس الشاعر عطى جوج الأسيست في المباراة اللي قبل، وهذه المباراة هذه سجل هدف، يعني اللاعب بدا كيعود للمستوى ديالو. وكنتمناو له ان شاء الله التوفيق. كيف ما شفنا السيد وادر كراكي مابقاش كيعيط له المنتخب بتاتا بعد ما طاح المستوى ديالو، والتقييم ديالو كان جيد جدا، كان هو 8.1. بالنسبه لاشرف حكيمي لعب مباراه كبيره مع فريقه باريس سان جيرمان وربحوا بهدفين مقابل هدف واحد فريق نونت. اشرف حكيمي لعب 90 دقيقه اللهم بارك وزيد في ذلك. كما شفنا وسط الاسبوع كان كيدرب منفردا، ولكن الحمد لله ما عنده حتى شي اصابه، ما عنده حتى شي حاجه. اللاعب جاهز ان شاء الله باش يكون حاضر مع المنتخب في كاس افريقيا القادمه، والتقييم ديالو كان هو 6.9. وبالنسبه لاشرف حكيمي كتنتظرهم مباراه صعبه في دوري ابطال اوروبا امام دورتموند، وكنتمناو له ان شاء الله التوفيق. بالنسبه لسفيان رحيمي اللهم بارك وزيد في داك، سجل هدف رائع جدا. هذا اللي قدر يتقال على الهدف ديال سفيان رحيمي، سجل هدف من ركله حره، وهذه اول مره كنشوف سفيان رحيمي كيسجل هدف من ركله حره بديك الطريقه هذيك الجميله اللهم بارك وزيد في ذلك. والتقييم ديال سفيان رحيمي كان هو 7.5، وكنتمناو له ان شاء الله يخرج من الدوري الاماراتي ويمشي للدوريات الاوروبيه. اللاعب مازال صغير وكنتمناو له التوفيق. كان معكم محمد.